ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ في فيديو النهارده هنعمل مع بعض منديل كاتب الكتاب، وهنتكلم في الاول خالص عن المقاسات والقماش والرسم وتظبيط الرسم علشان يطلع معانا المنديل مظبوط بالشعرايه. اول حاجه هنعملها هحتاج قطعتين من القماش، وانتي بتقصي قصي القماش على بعضه. تمام. القطعتين يكونوا قد بعض، وقياس القماش نفسه يكون بيرجع لك. في مناديل بتبقى 40 في 40، وفي 35 في 40، في 30 في 35، حسب ما انت عايزة المنديل. هاجي بقى عند طرف المنديل وهعمل علامتين، بحيث ان انا اعرف ان الجزء ده هيتني على الجزء ده بعدين. لان في مناديل لو اتعملت مربع بتطوي شوية في التقفيل بتاعها، ومش بتكون ألطف حاجة، خصوصا لو في سنتيات بسيطة خالص ما بينها. فأنا هحط العلامتين دولت بحيث إن أنا أبقى عارفة إن دي هتتحط على دي، فكده ما توهش في القماش لا طول ولا عرض. تاني حاجة بقى هبدأ إن أنا أوسطن الرسمة نفسها. أنا في المنديل بتاعي عندي اسمين ورسمة في النص، وعندي جملة، وعندي تاريخين. لازم تكوني عارفة انت هتحطي ايه في المنديل علشان تظبطي الدنيا بتاعتك، تعرفي دي هتكون فين ودي هتكون فين. فانا عايزة اظبط الرسمة ان هي تكون في النص بالظبط، ما تجيش على الاسامي، في نفس الوقت ما تطلعش فوق قوي ولا تنزل فوق قوي، لان في فوقها وفي تحتها، في على اليمين وفي على الشمال. فهعمل ايه؟ هجيب المنديل أتنيه 3 على بعضه بنفس المساحة. يعني أنا هجيب المنديل كده واظبطه 3 قطع قد بعض، وراه ان هما يكونوا قد بعض. شايفين ظهر لي من هنا كده ان هو بقى مظبوط قد بعضه. هاجي بقى بالقلم الحراري وهحط علامة. شايفين من جوه انا هسيب الطرفين دولت اللي هما الطرفين بتوعه، والاخر اخر واحدة، اخر قطعة ورا هاخد منها العلامة. بس قبل ما احط اي علامات لازم اظبط المنديل الاول علشان ما يكونش من تحت حاجة ومن فوق حاجة تانية. هجيب المنديل بالقلم كده زي ما قلت لكم هنا اهو، وهدخل وهعمل شرطة بس كده بسيطة تبين لي ان ده تلت، وهعملها في الاتجاه التاني، وهرجع تاني اكرر نفس الحركة دي من المنديل من تحت، من الاتجاه التاني. علشان الناس اللي انا واحدة منهم، انا شخصيا لو المساحة طويلة شوية عن المسطرة بحس ان انا مش عارفة اظبطها، وبحس ان الخط برضو بيتعوج معايا، ماشي مستقيم بس رايح مثلا على اليمين شوية او حادف على الشمال شوية. فانا بفضل ان انت تعملي العلامة من الاتجاهين علشان ما يعني ايه ما تغرش بيكي. كده انا عندي من فوق ومن تحت، واقدر ان انا اوسطن المسطره، اعرف انا هبدا منين وفين. هوصل الخطين بقى ببعض. دايما وانت بترسمي المنديل اشتغلي على حاجه ما فيهاش مفرش زي كده. انا صراحه هشيل المفرش خالص، لانه كان مضايقني في الخط، كان عامل توني. فانت حاولي انك على طول تشتغلي على سطح املس. كده الثلاث مساحات بقى قد بعض بالظبط. فاضل كمان مساحة ان انا لازم اظبطها، وهي المنتصف، عشان اجيب الاسمين في نفس المكان، يعني في نفس المستوى، واعرف نص المنديل فين بالظبط. فهقسم المنديل، هكرر نفس الحركة، هقسم المنديل على 2 بس عشان اخد النص، وهعمل نفس الحركة اللي هي شرطة من اتجاه والشرطة من الاتجاه التاني. وهبدأ برضو ان انا اوصلهم. الحركة دي بتعمليها لما يكون مفيش رسومات تانية، او انتي عايزة تكون الاسامي مظبوطة بالظبط. لو مش هتحطي الاسامي مثلا في خط واحد، او مش هتحطيها في النص بالظبط طبعا، يعني حسب المقاس اللي انت عايزاه او حسب الرسم. في رسمات بتكون في الجنب، فبتضطري انك تحطي الاسم من فوق بعض كده يعني. بس انا عندي رسمتين هيكونوا على الجنب.
كده أنا حددت لنفسي مكان الأسامي ومكان الرسمة، وعرفت كمان إيه اللي هاحطه فوق وإيه اللي هاحطه تحت في الشغل. المقاسات دي يعني ممكن لو حسيتِ إن هي مثلًا الرسمة محتاجة تكون في مساحة أكبر، بتاخدي منها الأسامي لأ، محتاجة الأسامي تكون أكتر، محتاجة إن هي تطلع شوية تنزل شوية، بترجع لِك وبترجع للتصميم اللي أنتِ عايزاه. بس أنا زي ما قُلت التصميم اللي معانا النهارده عايز رسمة في المنتصف، وعايز اسمين على الطرفين في نفس المستوى، علشان كده دي أفضل طريقة تاخدي بيها المقاسات المضبوطة للمنديل، وطبعًا ده بيرجع لِك. بعد ما بنرسم الباترون، طبعًا أنا رسمت باترون قبل كده وللأسف كنت محتاجة التليفون فأخدته. بعد ما بنرسم الباترون بنبدأ إن إحنا يعني إيه، نحدد أوي، أوي، أوي الكلمات اللي إحنا بنعملها. شايفين الفرق ما بين الجملة اللي فوق واللي تحت؟ اللي تحت كده تحسيها باهتة مش واضحة أوي، الخط مش واضح، فالإبرة وأنتِ بتدخلي في الخطوط هتخونِك، وخصوصًا وأنتِ بتشدي الشغل، لكن لمّا تحدديها كويس أوي زي كده، ده مش هتدّي فرصة إن الإبرة يعني تدخل في مكان تاني، الخط بيكون واضح قدّام عينِك علشان تدخّلي فيه كويس. فدوّة الفرق. طبعًا هنعيد على كل حاجة حتى الأسامي، حتى الرسمة، كل حاجة هيتعاد عليها بنفس الطريقة. التواريخ أنا باسيبها خالص لحد قبل ما تتسلّم بحاجة بسيطة، علشان ما ارجعش إن أنا أفِك وارجع تاني أعمل. يعني أنا لمّا الميعاد يثبت ويتأكد خالص، بابدأ إن أنا أعمله. ده الخطين أهوّة طبعًا بيتمسحوا، وعايزة أقول لِك إن مش المنديل مش من أول مرّة بيترسم وبيتضبط، أنتِ ممكن تفضلي تفكّي وتمسحي وتفكّي وتمسحي وتعملي حاجات كتير لحد ما تضبطي الرسمة. في حاجة كمان، الاسم اللي أنا كنت مختاراه كان رفيّع أوي، كان مدّي على طول وكان رفيّع أوي، يعني شايفين مساحته لو ما كنتش زوّدت كانت هتبقى كده، كان هيبقى رفيّع جامد. فأنتِ لو عندِك المشكلة دي بتيجي تحت الاسم بالضبط وبترسمي خط بتمشي بيه كده على الجزء اللي تحت بس، وتحافظي على المساحة اللي أنتِ خدتيها علشان تدّيكِ نفس يعني نفس السمك بتاع الاسم. أنا عملت كده في الاسمين لإن هُم كانوا رفيّعين جدًا، وكان شكلهم مش ظاهر، وما كانش عاجبني بصراحة إن هُم يكونوا طوال ورفيّعين، فعملت الحركة دي عشان يضبط معايا أكتر. آمم دوّة شكل المنديل وهننفّذه إن شاء الله مع بعض غُرزة، غُرزة. في حاجة كمان دي مش شخبوط قلم حراري، ده قلم عادي خالص، للأسف ابني يعني كان بيلعب فهنطلّعه إن شاء الله مع بعض بعد ما أخلّص خالص، مش هاجي أرميه بمَيّة عشان القلم التاني ما يتمسحش، وبعد ما أخلّص خالص هابدأ أمسحه. آمم في طريقة يعني وهنعرفها إن شاء الله مع بعض. ده شكل المنديل هننفذه مع بعض إن شاء الله غرزة، غرزة. طبعًا كل حاجة فيهم محتاجة نوع مختلف من الغرز، وإن شاء الله نشتغل عليها واحدة، واحدة. آمم أتمنى يكون شكله حلو. لو في أي حاجة عرّفوني وهنشوف مع بعض الألوان اللي بنختارها. أنا هاحط ورد هنا بلاستيك على فكرة مش تطريز، عشان كده ما حبيتش إن أنا أرسمه. والتواريخ زي ما قُلت لكم بنستنى خالص في الآخر